أزول فلاك تاثي حداين مرحبا بكم على لا فيديو بوساكي. لا فيديو ني عندنا مكني دوالمت لا فيديو ني عندنا كنت جار ليا نسي لا ديسكريبسيون خدمت ديال المولاكي الكيك او شوكولا اساكي ناس بوركوا با نتسياري وفي لاكيش لاكيش لي زيبينار انوالي امشي هادفه. مرحبا بكم البنات الى الفيديو تاع اليوم. قلت لكم اذا في الفيديو اللي فات كنت درت معاكم في هذا المول كيك او شوكولا. وقلت في هذا الفيديو راح نسيي ندير لكم كيش بلي زيبينار ورايح نشوفوا كيفاش تخرج. تبعوا لا فيديو تبعوا لا فيديو اذا حتى الاخير راح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا في هذا الريسيبيون عندي 150 غرام نتاع لا مارغارين. هذا كي لي ريسيبيون يساوي 150 غرام من لا مارغارين، نفصل كاس من الزيت، نصف كاس تاع الزيت، نصف كاس تاع الماء. اذا نعاود 150 غرام نتاع الزبده، نصف كاس نتاع الماء، نصف كاس نتاع الزيت، قرصه ملح. بما ان العجينه مالحه راح ندير لها شويه فلفل اسود اختياري وشويه ثوم بودره اختياري. ما الا تفغم انا كنت ثاقي بيسك صالي سخمم ثس شويه فلفل بركان شويه نتيشرتني اون بودر. ومن بعد اتخلطمت مليح الزيت ني د لا مارغرين ني ذوما ني لاقا نتخلطمت مليح نكيني ذاك وساعه غير ميكسور يا رزيه. ماذا بكم تخدمم سو ميكسور ناغ سوباتور نكيني خدمه سوفوس مي الا هذيكش مليح هذيكش من مليح ومنني ذي لا مارغرين نايا كود الزيت. قلت لكم البنات في هذه المرحله لازم تخلطوا مليح الزيت والماء وهذيك لا مارغرين لازم يتخلطوا مليح ماذا بكم اذا عندكم ميكسور ديروا بالميكسور. ومن بعد تلموا العجينه نتاعكم عادي بالفارينه كما راكم تشوفوا. ومن بعد تجمع في لاباط اللي كنت الفارينه ما كتسوالي. اذا راح تحصلوا على عجينه ما تكونش قصحه، ما تكونش طريه بزاف عجينه نورمال. ومن بعد تديروها في هذاك المول. انا استعملت هذا المول. المول هذا عنده 10 على 35 في الطول و10 سنتيمتر في العرض. انا استعملت اليوم هذا المول قلت نسيه. وانتم تقدروا تستعملوا اي مول يكون عندكم. تقدروا ما تستعملوا هذوك الصغار نتاع لي طارتولات. ناضي هينكس خدمه غاساكي المولاكي دي فانيكي كي جديد عجبيه دي ساعات 10 سور 35 ناس تيتسيا كنا متزمرم تتخدم لي فون دو طارت نظام. من بعد ريحت سا كونجيلاتور بوندون 1 اور زمرم تتسجم كثار. ومن بعد قلت لكم دخلتها للمجمد مدة ساعة. تقدروا تخليوها كتار. بالنسبة للحشو هنا عندي بصلة قطعتها وذبلتها في شوية تاع الزيت. ناض مايلا لا فارسة خدمة زوارة هذه البصلة يزما رقاقة ما كتسوالي مثلا ثذيب ذي شويط الزيت ذي شويط الملح ميك با اثنج اذي سميط كي يطيب هذاك البصل نخليوه يبرد تماما. عندي تاني كمية نتاع السلق كنت غسلته وطيبته هكذا في الكسكاس. نرجع نساغ ذاك شوية لي زيبينار سردغتنت بيا رغتنت اثبت سلا فابور. ومن بعد في هذا الريسيبيون عندي 2 بيضات، عندي بواطه تاع ياغورت طبيعي هذيك الصغيره هذا ما عندي. عندي الفرomage هذاك بورسيون نتوما ديروا واش عندكم. وعندي تاني هذاك البصل وهذاك السلق اللي طيبناه. عندي هنا شويه نتاع الحليب
ونخلطو كلش مليح، ونضيفو هذاك السلق وهذاك البصل. نغديه يسعير سنة تملالين، سعير ثبوط نظام شطوح الياغوت ذا يسعير كمل غاس نغاس شوطو يفكيه. الملح شيتي طح كان يتملالين باسكو في فيد ستملاح البصل ني ملاح، فرماجينا ذاني ملاح. تخلطهم كلش، سخمم لي زيبيس، سخمم غاس شوطي فلفل لافريكان شويط سميسوينا التيشيرت ني اون بودر. ذايا تخلطهم كلش، ومن بعد تسميرم تاع لاكيشني سميتها الفون دو طارت اللي نخدمها كني وين تسبمت شويه وحدس. ومن بعد نفرغ هذاك الخليط على هذيك العجينه اللي كنت طيبتها شويه الافونس. هذيك العجينه لازم تطيبوها قبل ما تفرغوا عليها هذاك الخليط. ومن بعد نعاود ندخلوها للفرن قسم ما يطيب هذاك البيض ويتحمر لنا من الفوق على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نعطيها تسكشم مثل الفوق القيس بونت كانت ملالين النير نتاث ادرنو ادي زوار شوية سفلة.